عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا البقلاوة العدلية ولا البرجوازية، بقلاوة الطبقات. في تونس عنا برشا أنواع متاع بقلاوات، من بينهم البقلاوة الطبقات هذه. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة كان ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعملوه جديد. وتوا يلا نبداو. اول خطوه نبداو بسم الله، نبداو نحضروا الشحور. خذيت كسرونه حطيت فيها 300 مليلتر ماء، حطيت عليها كيلو ونص سكر، خاطر الطبق متاعي يهز كيلو ونص فاكهه باش نطيب كيلو ونص شحور. فما ملاحظه، من الاحسن تصبوا الماء قبل ما تحطوا السكر. صبوا الماء في الكسرونه وبعد لحقوا عليه السكر باش ما يتنطرش السكر في الجناب ولا حاجه. ورغم ذلك اخذت بنسو ونظفت الجناب بالماء. كيف نشوفوا السكر بدا يغلي وذاب، معناه هو خاطر كيف يغلي في ساعه ما يذوب السكر، وقتها نحطوا مغرفه جليكوز. نحطوا مغرفه جليكوز نحركوا شويه حتى لين يذوب. وتو نحطوا الترمومتر، مهم معناها راهو مهم الترمومتر في الحلويات، ماذا بينا يكون عندنا ترمومتر. عدلت الترمومتر على 120 درجة وغطيته وخليته يغلي. كيف يوصل 120 درجة وقتها نحط القارص. ما نحطش القارص من اللول، على خاطر كيف نحطوا القارص من اللول السكر يغمق برشا. تو بعد ما حطيت القارص عدلت الترمومتر على 122 درجة، نستناه يوصل 122 درجة نطفي. وكيف يوصل 121 حطيت مغرفة عطرشية، مغرفة كبيرة عطرشية تفوح وتبنن. لهني فما طريقة باش نجربوا اللي هو السكر بتاعنا حاضر ولا لا، حتى كان معناش ترمومتر. ناخذه بعد ما يطيب، ناخذه شوية صحفة ماء بارد ونحطوا فيها مغرفة من الشحور. كان شفناها تلمت وعملت لنا كورة راهو يسمى حاضر الشحور. توا نمشيو نحضروا العجين. خذيت كيلو ونص فرينة، من الأحسن تكون الوردة البيضاء، كان ما لقيتوش ما يسالش. حطيت عليهم 150 مليلتر زيت، خليت منهم شوية مش نرطبوا به العجين في الاخر بالكل. نبسوهم الفرينة والزيت وبعدين نزيدوا السوائل الاخرين. خذيت 2 عظمات حطيت عليهم شطر فنجان عطرشية تفوح برشا العطرشية، وحطيت مغرفة صغيرة ملح تقريبا 10 جرامات. نحركهم شوية ونصبهم فوق العجين. بالنسبة للماء عندي 700 مليلتر ماء، من الأول ما صبيتهمش الكل، أما بعد صبيتهم الكل. ونعجن العجينة نخليوها متوسطة، ما نعملوهاش يابسة برشا وما نعملوهاش طرية برشا باش ما تغلبناش. تو بعد ما تعجنت العجينة بالباهي، هاك شوية زيت اللي فضلت نصبها توا باش ترطب لنا العجينة ترطب. بعد ما تعجنت بالباهي نلفها في بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح شوية. لهني حبيت نقولكم على الشحور بعد ما يطيب صبوه في معون اخر باش ما يزيدش يغمق، خاطر الكسرونه نتاعو تبدا سخونه ينجم يزيد يغمق لنا ويزيد يبس. تو بعد ما ارتاح العجين حبيت نشوفوا قداش يوزن العجين باش نعرف وباش نقسمه على 32. شنو ما هو 32؟ هما 15 طبقة من اللوطة و15 طبقة من الفوق، وعندي 2 ورقات مش نفصل بيهم ما بين اللوز والبوفريوة والفستق، معناها الكل في الكل 32. توا نقعد نعملهم كويرات صغيرين هكاكا ونغطسهم في النشا ونحطهم في الطبق. وهذا العجين تو بعد ما كملته عملتهم 32 كرة، نخليهم يرتاحوا على قليلة 15 دقيقة ونمشي نحضر الفاكهة. تو هذه الطبقة الأولى متاع الفاكهة.
طبقة البوفريوة، خذيت 400 جرام بوفريوة محمصة ومرحية. البوفريوة نحمصوها بالباهي على خاطر هي اللي باش تعطي النكهة. وزدت عليها 200 جرام لوز أبيض. حطيت 50 جرام سكر عادي و50 جرام فرينة. تحبوا تحطوا سكر محور حطوا سكر محور، أما حتى السكر العادي راهو يجي. نخلطهم المكونات الكل ونخليهم على جنب. توا باش نمشي للطبقة الثانية متاع طبقة اللوز. خذيت 600 جرام لوز، حطيت عليهم 50 جرام فرينة و50 جرام سكر، نخلطهم كيف كيف نخليهم على جنب. توا الطبقة الثالثة طبقة الفستق. خذيت 400 جرام فستق مرحي كيف، وحطيت عليه 200 جرام لوز بقشورو، من الأحسن تحطوه بقشورو. وحطيت كيف كيف زادة 50 جرام فرينة و50 جرام سكر. السكر عادي، استعملت سكر عادي راهو ماهوش محور. نخلطهم ونخليهم على جنب. توا باش ناخذ الطبق نتاعي باش نحضروا الطبق 35 على 35. ندهنوه بالزيت. ولهنا خذيت بابي كويسون وقصيتها قد طبق قد وفرشتها في وسط الطبق. وتوا نزيد ندهنها زادة من الفوق. ندهنها لهنا عندي زبدة طيبتها 100 جرام زبدة، غليتها حتى لين وليت بيرنوزيت، وزدت عليها شوية زيت دهنت بها الطبق متاعي. توا بعد ما ارتاح العجين نحب نحلو، ناخذ بالكرة ونحل. نفرش منديلة والا حتى منديل ورقي راهو يجي لهنا. هذوما عندي مناديل ورقية نخدم بيهم ونخبيهم نستعملهم مرة أخرى. بعد ما نكمل نخليهم يشيحوا شوية خاطر يبداو من الدين، وبعد نطبقهم ونحطهم في شكارة بلاستيك ونخبيهم نستعملهم مرة أخرى. وهيك نقعد نحل بالوحدة حتى لين نعمل 15 طبقة. كل صحن لهنا حطيت فيه 15 ورقة باش ما نغلطش كي نبدا نحل ما نغلطش. هذاك الصحن نحطه في الطبقة اللوطانية والصحن هذا نحطه في الطبقة الفوقانية. كل 15 ورقة وحدة. ولهنا الصحن هذايا فيه 2 ورقات هما اللي باش نفصل بيهم بين الفاكهة. نغطيهم ببلاستيك باش ما يجيهمش الهواء وما يشيحش العجين، ونخليهم يرتاحوا على قليلة نصف ساعة يرتاحوا بالباهي باش يساعدنا في الحلال. راهو كي تبدا العجينة ما هيش مرتاحة ما تحبش تتحل بالباهي. توا بعد ما ارتاحوا نقلبهم الطبقات اللي حليتها من الاول هي تولي من الفوق، وناخذ طبقة ونحاول نحلها شوية بيدي نعاونها في الحلال وندهنها بالزيت والزبدة. راهي ما تستحقش برشا زيت وزبدة على خاطر احنا العجينة حطينا فيها كمية باهية من الزيت، معناها حتى كيف نحط شوية بركة بين الطبقة والطبقة يكفي. نحاول نضغط عليه كيكة باش يخرج مش هواء ولا حاجة يطلع. نحلها كيكة بيدي باش تعاوني على الحلال، وبعد نزيد ندهنها من الفوق. توا نحاول نبدأ ندور فيها كيكة ونحط على يدي من الفوق ونجبد في نفس الوقت، نبدأ ندور فيها ونجبد باش تتحل. لهنا مازالت ما ارتاحتش بالباهي، معناها كنت نجم تخليه حتى ساعة من زمان باش ترتاح، يعني ما ارتاحتليش برشا خاطر نزرب باش نصور. اما لاباس تعديت لاباس. نقعد ندور فيها كيكة ما بين ايديا ونشد من الاطراف، ما نشدش العجين بصوابعي في الوسط، ما نحطوش صوابعنا في وسط العجين باش ما يتنقبش. نحاول نجبد كيكة العجينة بسياسة من الاطراف ونحطها في وسط الطبق كما شفتوني. ما نمشيش للاركان متاع الطبق باش ما تتنقبش، نجبد من الجناب. شوفوا نجبد العجينة
من الجناب قبل. هي من الأول طب الورقتين هذوما ما حبوش يتحلوا بسهولة خاطر ما همش مرتاحين بالباهي، وزيد أول ورقات يبداو صعاب شوي، أما لاباس الحمد لله، ما لا تنقبوا ولا حتى شيء، الحمد لله تعديت بالباهي. من بعد ما حطيت الجناب تو نجبد الأركان متاع الطبق، شوفوا كيفاش ما شاء الله لا تنقبت لا شيء. تبدا العجينة مخدومة بالباهي ومرتاحة تمشي معانا بالباهي. شوفوا ما شاء الله هاني تحلت وامورها مريقلة. نحاول نخرج شوية الهواء. توا باش نعمل ورقتين اخرين، نعمل بالزوز طبقات مع بعضهم، هكا اسهل من اللي نعمله بالطبقة بالطبقة. ندهنوا الورقة من الفوق، كيف نحل هكاك نعاونها بالسياسة، وبعد نحط في وسط الطبق. شوفوا كيفاش هذه مرتاحة أكثر من الورقتين الأولانيين، مشيت معايا أسهل هذه. كما قلت لكم نحطوا العجينة في الجناب قبل، وبعد نجبدوا الشيفة بتاع، وبعد نجبدوا الركن هذاك الكوام بتاع الطبق. نحاول نخرج شوية الهواء، هو حتى كان قاعد الهواء راهو من بعد مش مشكل، كيف نحطوا الفاكهة الكلها تضغط على الهواء الكل يخرج. نكمل بالزوز حتى لين نكمل الكل. هذه توا اخر ورقتين، معناها ذوما 14 و 15. الطبقة الفوقانية متاع الرقم 15 ما نحطوش فيها زبدة ولا زيت، ما ندهنوهاش، نخليوها شايحة خاطر باش نحطوا فوق منها الفاكهة ما يلزمهاش تكون مزيتة. ما شاء الله تتلستك العجينة ما شاء الله هايلة. الوردة البيضاء أحسن نوع في الفرينة، ديما تساعدني وباهية. يعني عندي كيلو بركة وردة البيضاء، عملت كيلو وردة بيضاء ورطل فرينة أخرى، أما الحمد لله تعديت لاباس. تو نضغط شوية هكا باش الهواء يخرج، نحاول ننقب شوية هكا باش الهواء يخرج بسهولة، ونحط الفاكهة متاعي. أول طبقة قبل ما نحط البوفريوة نرش شوية سكر، سكر عادي اللي رشيته راه ماهوش محور. تو نحط طبقة البوفريوة هي الأولى، نحط طبقة البوفريوة هي من اللوطة على خاطر البوفريوة تحب السخانة وتتحمل السخانة. نحاول الفاكهة متاعي نوزعها على كامل الطبق ونضغط مليح على الأركان متاع الطبق. شوفوا كيفاش نضغط بصبعي ننزل هكا باش يدخل الفاكهة للتركينة متاع الطبق هكا بصبعنا ونبداو نضغطو. توا حبيت نحي العجينة الزايدة نلفوها في بلاستيك ونخليوها نعملو بها ملاوي ولا نعملو بها بريوش ولا حاجة. تو اللي حبيت نثبت اللي هي مستوية الفاكهة قد ناخذو هكا حاجة ونغرزوها في وسط الفاكهة ونشوفوها قديش الارتفاع متاعها. تو اللي عندي لوحة هذيا نسمح بها برا، راني مانيش ننزل برشا، راهو دوبا باش تكون مستوية وكهو باش تستوي كلها قد. خذيت شوية سكر ورشيته فوق الفاكهة. توا خذيت ورقة من الزوز ورقات اللي مش نفصل بيهم بين الفاكهة كما تشوفوا هكا وحدة من غير ما ندهنها لا بالزبدة لا حتى شيء،
ما ندهنوهاش وهي كيكة شايحة. نحاول نحلها بسياسة على خاطرها هي وحدة بركة، معناها تنجم تتقطع لنا ولا حاجة، نسايسو رواحنا ونحلها بشوي بشوي. نشد ديما نشد العجينة من الأطراف باش ما تتنقبش. ما شاء الله تحلت وما تنقبتش. هاك تحلت. تو باش نحطو الطبقة الثانية، طبقة اللوز، كيف كيف بمغرفة، نحاول نوزع بنظام الفاكهة باش تجيني مستوية بمغرفة ولا بكاس ولا، المهم نحطوها معناها بنظام. نهز شوية هيك في الورقة باش الهواء يخرج. أصعب طبقة هي الطبقة الأولانية، خاطرها تبدأ فما برشا هواء في العجين. أما الطبقات الثانية والثالثة بسهولة تامة تتوزع بسهولة وفيسع فيسع يعني تستوي. كيف كيف نضغط على الأطراف، نسمحها هكاكا شوية باللوحة من غير ما ننزل برشا، جست شوي شوية راه. توا نحط شوية سكر، قبل نحط شوية سكر. توا خذيت الورقة ذي اللي باش نفصل بها بين طبقة اللوز وطبقة الفستق، نحلها بشوية. نحل من الجناب وبعد نجبد من الأركان متاع الطبقة. هيك تحلت والحمد لله. توا نحطو طبقة الفستق كيف كيف المغرفة بجنب المغرفة. نستوي الطبقة متاع الفستق، شوفوا ما شاء الله. نحاول نستوي شوية باللوحة ونرش شوية سكر من الفوق. توا خذيت هذوما 15 طبقة متاع الطبقة الفوقانية، نقلبهم باش اللوطانية تبدأ من الفوق، ونعاود نفس اللي عملته من الأول. ناخذ بالزوز طبقات ونحل كالعادة. حليتها شوية بإيدي وبعد ندهنها بشوية زيت وزبدة. راهي الكمية متاع الزيت والزبدة اللي حضرتها ماهيش برشا، معناها يمكن 100 جرام زبدة وحطيت عليها تقريبا فنجان زيت، مش برشا معناها خاطر ما نحطش ياسر، خاطر العجين فيه برشا زيت، تجي هشوشة ما شاء الله مع العظم، تجي هشوشة بالكدا. ديما الطبقة الأولى هي تبدأ صعيبة شوية. الحمد لله تحلت من غير ما تنقبت ما شاء الله. تو نحلو زوز ورقات اخرين. لا هذوما اخر طبقتين، تو هذوما اخر طبقات. كيف كيف الطبقة رقم 15 ما ندهنوهاش بالزيت ولا بالزبدة.
نسيسوا عليهم الطبقات الاخرانيين على خاطر هما مش يكونوا في وجه البقلاوه، بنحاولوا ما ننقبوهاش، نحاول كيك نخرج الهواء بشوي بشويه بكردون ولا بإبرة ولا حاجة، نحاول نخرج بشوية الهواء. تو ناخذ بابي منديلة والا، ونحاول نضغط كما تشوفوا هكا باللوحة باش كان فما هواء يخرج، وزيد باش تستوي بالباهي، تستوي بالباهي والهواء الكل يخرج. شوفوا ما شاء الله كيفاش خرج الهواء الكل واستويت. توا باش نغطيها ونخليها ترتاح على الأقل 3 ساعات ولا أكثر، راهو تنجم تقعد حتى أكثر من 3 ساعات باش ترتاح، خاطر كي تبدا ماهيش مرتاحة راهي القصة نتاعها تجينا ماهيش باهية. اني بيتها في غطيتها كما تشوفوا كيكه وحطيتها في الفريجيدير الحقيقة من غدوة، هذايا من غدوة، والصباح قمت الصباح بكري وقصيتها، معناها بيتها ليلة كاملة في الفريجيدير. اما المهم تكون مغطية، ما نخليوهاش عريانة، مغطية ببلاستيك باش ما تشيحش، ما يلزمش البقلاوة تشيح. تو خذيت مسطرة العرض متاعها 2.5 سم، هي اللي باش نقص بها، ماذا بينا السكينة اللي باش تقص تكون ماضية بالباهي، ماضية مليح، وإلا كيتور باهي برشا في القصان الكيتور. من الأحسن يبدأ عنا 2 مسطرات باش كي نبدأ نقصو المسطرة الثانية ما تخليش العجينة تطلع الفوق. الهنا تو باش درجة الميلان اني متعودة نقيس بصوابعي، نحط صوابعي ونقمر. نتوما تنجموا كل واحد وصوابعه، خاطر كيلتها قيتها 9 سنتيمتر، كان تحبوها مايلة أكثر تنجموا تعملوا 10 سنتيمتر. القصة هذه أصعب شوية من القصة الأولى. نستعمل 2 مسطرات باش كي نبدأ نقص ما العجينة ما تطلعش معايا. تنجموا العجينة تدهنوها بشوية بنشاء باش ما تبداش تتلصق، ما تلصق لكمش في المسطرة. ونكمل نقص بنفس الطريقة. شوفوا ما شاء الله القصة بسم الله ما شاء الله. توا حطيت الفور يسخن على 145 درجة، وقبل ما نحط نطيبها غطيتها بورق الزبدة، هذه زادة أستيوس باهية تساعدكم. نحطوا ورق الزبدة ونشدوه بكيردون من الأطراف الأربعة باش ما يتنحاش. اللي الكوشة متاعو قوية يحط 145 ما يفوتش 150، اللي الكوشة متاعو ضعيفة يحط 160 درجة. تقعد تطيب بين ساعة غير درجين وساعة. ردوا بالكم راهي على خاطر العجينة فيها العظم والزيت راهي في سطح حمار، معناها عينكم عليها تردوا بالكم. لهني هذا باش نوريكم الشحور بعد ما بات كيف بات. شوف كيفاش من غدوة كيفاش صباح طيبته، خاطر قبل بالنهار خاطر بيت هني البقلاوة. شوفوا كيفاش صبعي يدخل اما ما يلصقش. 122 درجة. فما ملاحظة حبيت نقولكم عليها، راهو السكر في تونس تبدل ساعات نفس درجة الحرارة، ولكن يجي يابس على الاخر، يجي يابس 122 درجة ويجيني يابس على خاطر السكر تبدل. فما برشا زاد قالوا لي راهو تجيهم يابسه برشا، السكر يجيهم يابس برشا على خاطر نوعية السكر تبدلت. نوليو نحطو حتى 120 درجة تكفي على خاطر نوعية السكر تبدلت. توا بعد ما خرجتها وهي سخونة مازالت سخونة والشحور سخنته دوبا بنشوفوا كسخن، ما نغليش برشا باش ما يزيدش يبسلي. نحاول نسقيها الكل
سقيتها، حطيته الكل، الكيلو نصف حطيته الكل. تنجموا تطيبوا حتى أكثر شوية سكر، يعني حسيتها ناقصة شوية، ناقصة شوية، ممكن ما نعرفش علاش في العادة ديما نحط كيلو نصف. المرة هذه حسيتها ناقصة شوية، ممكن كان عملت كيلو 600 تجي أحسن. أما هي باهية معناتها أمورها مريقلة، أما معناها كان جي أكثر شوية سكر خير باش تبدا متماسكة وشادة روحها مليح. نسقيها كلها بشحور ونخليها ترتاح، نخليها تبات، ما نمسوهاش وهي سخونة. كان شفتوا ورقات تحركوا ولا حاجة تعاودوا ترجعهم لبلايصهم، ما تخافوش، ما فما حتى مشكل. غطيتها بطبق وخليتها تبات من غدوة توا بعد ما بردت وكل شيء. توا باش كيفاش نقصوها، نستعملوا سكينة ونستعملوا الباليت ونستعملوا الكتور، هذم الكل نحطوهم بحذانا باش نقصوا. بما انها طبقات ما حبيتش نستعمل الباليت باش ما تتغفسليش في بعضها، باش ما تدخلش بعضها. استعملت السكينة اكاهو، نبدا نقص نمشي ونجي نمشي ونجي نجرح جرحان باش ما تدخلش في بعضها الطبقات. بالسياسة نسيسوها باش تقعد لنا مزيانة، نمشي ونجي حتى لين تتجرحها بكلها. ومن بعد ناخذ الكيتور ونعدي باش الورقة اللوطانية تتقص، باش البابي كويسون اللوطاني يتقص لي ويطلع القالب الكل قالب واحد. نقصوها من الجناب الكل. شوفوا كيفاش خرجت، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كيفاش طايبة في حقها. أمورها مريقلة، ذهبية من اللوطة وذهبية من الفوق. بسم الله ما شاء الله. لاني باش نوريكم طريقة القصان كيفاش نقصه بالسياسة. ناخذ الكيتور ولا سكينة ماذا بينا تكون رهيفة وماضية، ونقصه بشوي بشوي، وكان فما شوية شحور لصقت لنا في السكينة نحيوها على خاطر هذيك تعطل. شوفوا ما شاء الله. نجرحوا جرحة، الكيتور ياسر باهي وعملي على الاخر في قصان البقلاوة، ويعطيه الصحة اللي طلع الفكرة. تحية السندس، هي اللي شفتها عملت قصة البقلاوة بالكيتور، يعطيها الصحة على هالفكرة. شوفوا كيفاش ما شاء الله. توا بعد ما قصينا نحيو الورقات اللوطانيين بسهولة، هكا يتنحاو بسهولة تامة. بالطريقة اللي كيف نحطوا بابي كويسون من اللوطة البقلاوة، نضمنوا ان الطبقة اللوطانية كلها تطلع معانا، ما تقعدش في الطبق. الكاسات رقم 6 نحطهم. تحبوا تحطوها هكا على جنب، وإلا تحبوا تحطوها واقفة، انتوما وشنو تحبوا. وهذه البقلاوة متاعنا بعد ما حضرت وقصيناها وما شاء الله. شوفوا كيفاش المنظر متاعها ياسر مزيانة ومضخمة. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله تعملوها وتنجحوا فيها. كان عجبكم الفيديو نستنى دعمكم وجيماتكم وكومنتاراتكم. وانتم كان اول مرة تتعدوا على قناتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. نتلاقى ان شاء الله في فيديو قادم ورسالة اخرى، وان شاء الله عيدكم مبروك.